اوكي. بعد طرده من الملعب حسني عبد ربه يهاجم اداره الاسماعيلي. النهارده حسني عبد ربه اداره الاسماعيلي طردته من الملعب. اداره الاسماعيلي طردت الكابتن حسني عبد ربه من الملعب بعد ماتش الاتحاد والاسماعيلي. كان رايح يتفرج على الماتش وللاسف ما رضوش يدخلوه. سوري؟ ما رضوش يدخلوه. سوري، دي قله ادب. لا لا، احنا كده بنهين الرموز يا جماعه. كفايه بقى اهانه رموز اللعيبه، كفايه. ده حسني عبد ربه تاريخ يا كابتن. ده مش تاريخ، ده تاريخ وجغرافيا وانجليزي وكل حاجه نادر. يعني ايه حسني عبد ربه ما يتمنع من دخول الماتش؟ ايه يعني داخل يعني مثلا عايز الاسماعيلي يخسر؟ صحيح صحيح. استحاله يعني. انا ما اعرفش الاسماعيلي هيوصل لايه. الاسماعيلي اللي انا كنت قلت لعبت اهلي والزمالك كان نفسي العب في الاسماعيلي. جيل سعفان وفكر الصغير والعجوز، كان نفسي. فالاسماعيلي هيوصل لفين؟ وقبليه محمد حازم والناس دي. لما حسني عبد ربه يضحي بكل ده، يضحي بالعروض اللي جات له كتيره، صحيح، يتمنع من دخول ماتش ويطرد. كلمه طرد دي تقيل قوي. لا 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 لا، كده كده زياده. تمام. ولازم واقفه بقى مع مجلس اداره الاسماعيلي. باشمهندس ابراهيم عثمان سليل عثمان احمد عثمان. طبعا اكيد. يعني مين عثمان احمد عثمان؟ اللي مؤسس من احد مؤسسين مصر. طبعا يا فندم طبعا. وافريقيا وافريقيا برافو طبعا. عليك. طبعا. احنا لما كنا نروح نلعب في افريقيا المقاولين العرب دي كانت بتشيلنا شيل. صحيح. لا لا لا، انا مش مع القرار ده خالص. وحقك عليا يا حسني يعني بجد. وجمهور الاسماعيلي لازم يعتذر لحسني يعني بصراحه على الحركه دي. وما تزعلش ما تزعلش، هي اليومين الكوره في مصر كده. كابتن، في اقاويل كتير دلوقتي في داخل الشارع الاسماعيلاوي بيطالبوا بحساب